كنت ناوي تروح واحد سيوة وعاوز تعرف ايه هي اشهر الاماكن السياحية الموجودة في واحد سيوة، ففي فيديو النهاردة هقولك على افضل واشهر الاماكن السياحية اللي تقدر تزورها في واحد سيوة. فخليكم معايا وتابعوني. عين كليوباترا. عين كليوباترا واحدة من أشهر الأماكن السياحية في واحد سيوة. بتقع عين كليوباترا على بعد 3 كيلو من وسط واحد سيوة. اتسمت عين كليوباترا على اسم الملكة كليوباترا لأنها جت في المكان دوت وسبحت فيه. بتشتهر مياهها ببرودتها في الصيف ودفئها في الشتاء، وهي واحدة من أشهر الأماكن السياحية العلاجية في مصر اللي بتجذب عدد كبير من السياح من كل مكان في العالم. قلعة شالي. قلعة شالي واحدة من أهم المزارات السياحية في واحد سيوة اللي ما ينفعش تيجي سيوة من غير ما تزورها. قلعة شالي أو ما تعرف بسيوة القديمة هي واحدة من أشهر المواقع الأثرية القديمة في سيوة. بتقع على تل مرتفع من الطوب اللبن حيث عاش أهل سيوة فيها لسنوات عديدة، وكانت قلعة شالي واحدة من أهم الحصون الرئيسية لمنع أي عدو من الهجوم عليها. وبتوجد قلعة شالي منذ حوالي 8 قرون، وهي واحدة من أهم الأماكن السياحية في سيوة. البحيرات المالحة في سيوة. بتشتهر واحد سيوة بعدد كبير جدا من البحيرات المالحة وسط مناجم الملح الموجودة في سيوة، وأصبحت واحد سيوة واحدة من الوجهات السياحية في مصر اللي بتجذب عدد كبير جدا من السياح من دول كتيرة اللي بيجوا لزيارة سيوة للعلاج الطبيعي. البحيرات في سيوة هي عبارة عن بحيرات رائعة بتقع ضمن أفضل الأماكن السياحية العلاجية في سيوة، وبتشتهر بشدة ملوحة المياه بتاعتها. رحلات السفاري في سيوة واحدة من أهم الرحلات الترفيهية اللي بتجذب عدد كبير جدا من السياح، وهي رحلات السفاري الجميلة ومميزة جدا على الرمال الناعمة بسيارات الدفع الرباعي. مش بس كده، ده كمان رحلات السفاري بتجذب عدد كبير جدا من السياح للاستمتاع بالتزحلق على الكثبان الرملية الناعمة مع زيارة ينابيع المياه السخنة والباردة في الصحراء، انتهاء بمشاهدة غروب الشمس، وهي واحدة من أهم الرحلات الترفيهية في واحد سيوة. كهف الملح في سيوة واحد من أشهر أماكن الاستشفاء والتخلص من الطاقة السلبية والهدوء لمدة من 30 ل 45 دقيقة، بتبدل فيها طاقتك السلبية لطاقة إيجابية نشطة مليئة بالحيوية. كهف الملح بيعمل على نظامين. أول حاجة بيجلس الشخص على كرسي من ملح القوالب في الملح، وبياخد كل العناصر الموجودة في الملح لجسم الإنسان زي الحديد والمنجنيز والبوتاسيوم. وتاني حاجة وهو دفن الجسم من 30 ل 45 دقيقة في الملح، وإن الشخص بيستلقي على ظهره وبيكشف ايديه للكوع ورجليه للركبة وكمان راسه لمدة لا تزيد عن 45 دقيقة، لحد ما بيسحب الملح كافة الطاقة السلبية في الجسم اللي بيكتسبها من التليفون المحمول أو ملابس غير قطنية. وكمان الموضوع دوت بيعالج الحبوب الأنفية وحساسية الصدر، وكمان بينشط الدورة الدموية. من المحظورات في كهف الملح وهو عدم دخول المرأة الحامل ومريض الكلى، لأن الملح بيجفف المية في الجسم. كمان مريض الجلطة الدماغية والشلل ممنوع من دخول كهف الملح. جزيرة فتناس. لو كنت بتدور انك تشوف غروب الشمس بإطلالة مميزة جدا، فجزيرة فتناس واحدة من أشهر الأماكن السياحية في واحد سيوة لمشاهدة غروب الشمس. جزيرة فتناس أو الجزيرة الساحرة أو واحة الخيال اشتهرت باسم واحة الغروب، وهي واحدة من أشهر وأجمل المعالم السياحية في واحد سيوة. جزيرة فتناس بتحمل كل مقاييس الجمال، وهي واحدة من أروع مشاهد غروب الشمس على مستوى العالم، مما يجعلها أحد وأهم المزارات السياحية في واحد سيوة. ودي واحدة من أهم المزارات السياحية في واحد سيوة اللي بتجذب عدد كبير جدا من السياح الأجانب والعرب لمشاهدة غروب الشمس، مع واحدة من أجمل الإطلالات لغروب الشمس على مستوى العالم. السوق الشعبي في واحد سيوة. ما ينفعش تروح سيوة من غير ما تروح السوق الشعبي في سيوة وتشتري مربى الزيتون ومربى البتنجان ومربى الكركديه، ودي أشهر أنواع المربات اللي هتلاقيها بس في واحد سيوة.
كمان هتلاقي المشغولات اليدوية الجميلة جدا اللي بتجذب عدد كبير من السياح لشراء منتجاتهم اليدوية الجميلة. في السوق الشعبي هتلاقي كتير من البازارات وأماكن التسوق داخل السوق الشعبي في واحد سيوة، وهو واحد من الأماكن السياحية مشهورة جدا في واحد سيوة. في نهاية الفيديو يا ريت لو الفيديو عجبكم يا ريت تدعموني باللايك وتشتركوا عندي في القناة، ولو عندكم أي سؤال أو أي استفسار يا ريت تسيبولي في تعليق. شكرا ليكم واشوفكم في حلقة جديدة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.